فيلمه المفضل، وفجأة بتبدأ يظهر حاجة بتسيطر عليه وبتخليه يدخل الشقة دي، وبيفضل ياكل من الحلويات اللي قدامه بشراسة كبيرة جدا، وبعدها بيغمى عليه على طول. وبيصحى أليكس تاني يوم وبيلاقي نفسه في أوضة مقفولة عليه، وبيحاول يهرب ولكنه ما بيكونش فيه مفر منها، وبيفتح باب وبيلاقيه باب فيه هدوم كتيرة جدا، وساعتها بيلجأ انه ينط من الشباك ناحية سلم الحريقة. ولكن بمجرد ما بيخرج من الشباك بيلاقي نفسه في أوضة اللبس كأنه في دايرة مقفولة ومش قادر يخرج منها. وبعدها بتفضل الأنوار تنور وتطفي لحد ما بتظهر قدامه الساحرة الشريرة اللي بتفضل ترعب فيه لحد ما بتشيل القناع اللي على وشها، وبتعرفه ان هو يبص على أوضة اللبس دي كويس، وبتقوله ان كل اللبس اللي موجود ده بتاع الأطفال اللي جم قبله، وانها قدرت انها تخطفهم، واللي ما بيكونش ليه لازمة بتحوله لدمية صغيرة في ساعتها على طول، وبتقتله بقلب بارد. فبتسأله لآخر مرة اذا كان مفيد ليها ولا لأ، لانه لو مش مفيد فهي هتحوله زي باقي الأطفال. ولكن أليكس ما بيقدرش ان هو يرد عليها، فبترفعه لفوق وبتودعه علشان تخلص عليه. ولكن قبل ما بتقتله بتاخد بالها من الكتب بتاعته، فبيقول لها أليكس ان هو بيألف قصص مرعبة، فبتسأله عن السبب اللي يخلي الطفل زيه يشيل قصص مرعبة في الوقت ده في نص الليل. فبيقول لها ان هو كان رايح يحرقهم، ولكن بقى عنده استعداد ان هو يقرأهم ليها، وبيعرفها ان القصص هتعجبها جدا. فبتعرفه انها عايزة كل يوم قصة مختلفة، والأحسن ليه انه يخليها قصة مشوقة ومرعبة، ويا ريت تكون نهايتها نهاية سودة. فبيروح أليكس ينام شوية لحد ما بيسمع صوت في الأوضة، وبيكون الصوت ده جاي من السرير اللي فوقه. ولما بيبص بيلاقي قط فرعوني بيحاول يلعبه، فبيهجم على وشه، فبيرميه أليكس بعيد عنه. ولكن فجأة القط بيقدر ان هو يختفي من قدامه، وبعدها بيبدأ أليكس